السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنسبح بالمسبحة دي، ومتعودين اللي احنا نسبح عليها سواء في رمضان او غير رمضان. وكل هدفنا اللي احنا نعمل ارقام كبيرة من التسبيح او التهليل او ايا كان بقى الذكر اللي انتي بتسبحي بيه لربنا. هقول لكم في الفيديو ده معلومة هتستغربوا لها جدا، الاعجاز علمي بالمعنى الحديث او بالعلم الحديث. بس بعد ما نتكلم في نقطة مهمة جدا جدا جدا. كلنا في رمضان بنبتدي اللي احنا متشجعين وعايزين نختم القرآن كم مرة وكل يوم ذكر ايه، يعني نعدي مثلا 2000 ذكر نصلي بعد التراويح كمان في قيام ليل قبل الفجر، وبنبقى بادئين رمضان بداية بجد، يعني متشجعين جدا. بنبقى فرحانين برمضان والأيام الحلوة. بنيجي بقى عند من اول 9 رمضان كده او من 10 رمضان، ويبتدي بقى ايه العد التنازلي. خلاص الطاقة اللي عندك او الباور اللي عندك خلاص بدأ يقل، وتقريبا بتبتدي تكسلي في قراية القرآن والعبادات التانية. الناس اللي كسلت بعد ال10 الأوائل من رمضان، هقولك على حاجة. اعرفي ان انتي ممكن ما تكونيش لوحدك، في ناس كتير زي كده. وانا اول المقصرين. انا يعني انا جيت على من اول 10 كده وبدأت بقى ايه خلاص، يعني مش زي فاهمين مهما كانت عبادتك. بس ما بتبقاش زي ال10 الأولانيين. دي حاجة طبيعية، يعني تقبليها اللي انتي بشر مش ملاك. يعني وارد اللي انتي تكسلي، وارد اللي انتي تسي، وارد حاجات كتير. فتبتدي بقى ترجعي الطاقة من أول وجديد، لأن احنا داخلين على أهم ليلة في السنة كلها اللي هي ليلة القدر. وإن شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي تستعدي لليلة القدر. يا رب إن شاء الله تكون قريب، وهحضر لكم للفيديو دون وإن شاء الله يعجبكم. فعايزه اقول لك لو انت حتى بدات تكسلي، ارجعي بقى للنشاط تاني، عشان احنا داخلين على اليوم المهم اللي رمضان اصلا اتعمل عشانه. ان انزلناه في ليله القدر اللي هو القران. ابتدي بقى تسبحي من اول وجديد بقى، ارقام. القرآن يعني على الأقل في ال10 الأواخر دي، الناس اللي متعودة تقرأ قرآن تختمه يجي مرتين 3. تبتدي بقى التراويح من أول وجديد، قيام الليل. تطلعي صدقات. يعني اعملي بقى كل العبادات اللي ربنا بيحبها. اما الاعجاز العلمي في التسبيح بالمسبحه دي. المسبحه دي عادي، يعني ايه الشرع مش محرمه ولا حاجه، عادي اللي انت تسبحي بيها، وعادي اللي انت تسبحي ارقام كتير من التسبيح. لو قلبك حتى مش حاضر مش مشكله. بس العلم اكتشف ان التسبيح على الايد، هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيسبح على ايديه، على صوابع ايديه كده. لقوا ان التسبيح بالايد بينشط يعني كل صابع خاص بعضو معين بينشطه. ده المختصر المفيد للقصة. كل صابع مختص لعضو معين بينشطه أو بيشحنه من أول وجديد. يعني مثلا هنقول الصبع ده للسمع، الصبع ده للبصر، الصبع ده للقلب. كده كل صابع بينشط عضو معين في الجسم. وقالوا لكل عقلة خاصة بخلية معينة في الجسم. يعني مثلا لما تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كده بتشحني الخلايا بتاع الجسم من أول وجديد. و الناس بقى اللي عايزة تستغنى عن المسبحة دي وتسبح على ايديها في وقت ما تكون هي قاعدة وقت فراغ ليها، طريقة التسبيح اللي هي انت سبحان الله سبحان الله سبحان الله 3 مرات كده، سبحان الله سبحان كده. كل عقلة عليها 3 مرات كده، او حسب العد اللي انت عايزاه. زي ما قلت لك بتشحن خلايا الجسم من اول وجديد. وعلى فكرة الطب الصيني يعني اكتشف ان كل حاجة في عقل الاصابع دي خاصة بحاجات معينة في الجسم. يعني سبحان الله بجد. يعني الدين شوفي من كام سنة من قبل ما يخترعوا الحاجات دي او قبل ما يكتشفوها. والدين يعني الفطرة السليمة هي دي الصح اللي بيتمشي اللي بيخلي الجسم صحيح. الفطرة السليمة هي اللي بتخلي الجسم صحيح.
لو انت بقى، طب انت مشغولة وفي المطبخ ولا بتشتغلي او في ايا كان، بصي بقى طريقة التسبيح ازاي بتسبحي بقلبك، مش لازم حتى بلسانك، جربوها كده او حتى قبل ما تناموا، وانت نايمة كده من غير ما تحركي لسانك، تسبحي ربنا كده، تحسي في طمأنينة رهيبة، سبحان الله كده، من غير ما تنطقيها تحسي ان هي طالعة من قلبك. لو انت اتبعتي الاسلوب ده وانت بتطبخي او كده، اللي انت بتسبحي بقلبك، هتلاقي والله عن تجربة طمأنينة في القلب رهيبة. اما المسبحة دي بحس اللي هي والله من قبل ما اقرا في الموضوع ده او اسمع فيديو ليه على اليوتيوب، انا كنت حتى بقول للي حواليا ما بحبش المسبحه دي، بحس ان هي بتوترني، عايزه احمل اكتر كم ممكن، سبحان الله كده، يعني مثلا 3000 مره، فبحس ان اني متوتره طول الوقت مش عارفه ليه. ف قلت لكم على طريقتين هو للتسبيح، صوابع الايد او العقل بتاعه الايد بتنشط الخلايا الجسم او اعضاء الجسم اللي هي الصوابع لما بتسبحي عليها، او لو انت مشغوله تسبحي بقلبك حتى من غير ما تحركي لسانك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديو عن ليلة القدر، ويا رب الأيام المفترجة دي تبقى سعد وهنا، ويحقق لكم اللي انتوا بتتمنوه وبقالكم سنين طويلة بتتمنوه يتحقق لكم السنة دي. وادعوا كتير في رمضان، بجد دعوة في رمضان بتفرق خالص يعني، بجد يعني مش هيجي السنة اللي جاية لو انت بتدعوا بيقين الا لما ربنا ان شاء الله يكون محقق لكم كل اللي انتوا عايزينه. وجربوها يعني، بقول لكم جربوها للناس اللي هم مش متيقنين 100% من الموضوع ده بجد. الدعاء في رمضان دون بتدعيه، اكتبيه حتى في ورقة وحطيه في المصحف اللي انت بتقري فيه على طول في رمضان، هتيجي السنة الجاية هتبصي في الورقة هتلاقي سبحان الله وحاجات كتير من اللي انت داعياها بتبتدي تستجاب. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.